السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا متابعيني الأعزاء، ولايف جديد وحكاية جديدة من حكاوي الخلال. الليلة دي تاني لايف في الموسم الجديد 2023. كل سنة وانتم طيبين. ويا ترى أخبار البرد عندكم إيه دلوقتي؟ احنا هنا في السعودية أو في المدينة المنورة تحديدا بقالنا دلوقتي أسبوع أو 3 أيام. كان عندنا أمطار متواصلة، يعني لدرجة إن كان في سيول، وتقريبا المملكة العربية السعودية بتشهد حالة من الأمطار الشديدة جدا والسيول خلال ال10 أيام اللي فاتت، مع موجة من البرد. والحمد لله يعني بدأت الجبال المدينة المنورة تكتسي بالخضرة، وفي وديان بقالها سنين ما شفناش الأجواء الجميلة جدا في المدينة المنورة. إن شاء الله الأجواء دي برضو تكون أجواء خير وبركة علينا كلنا وعلى كل الأمة العربية إن شاء الله. وأنا فيه اللايف ده استكمال لللايف اللي فات. الأول برحب بكل الأصدقاء والصديقات اللي معايا في اللايف، اللي طالعين معايا في اللايف، وأولهم دلوقتي صديقنا وحبيبنا الغالي الأستاذ عابدين فواز. أهلا وسهلا بيك أستاذ عابدين، وإن شاء الله أجي أزورك قريب ونطلع نشوف المكان الجميل اللي أنت بعت لي الصور بتاعه. برحب بكل الأصدقاء اللي موجودين في اللايف، وبالأستاذ محمد مرسي حبيبنا الغالي، والأخت عين الحياة من لبنان. أهلا بيك وبكل أهل لبنان، الشعب الراقي، الشعب الجميل، وتمنياتنا لكل الناس اللي بتسمعني دلوقتي. أنا بحابب إن أنا فيه اللايف اللي فات حصل كده سوء تفاهم بيني وبين بعض الستات اللي فهموا اللايف بتاعي غلط. برحب بالمهندس محمود التهامي. أهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس. اللايف اللي فات يا جماعة أنا كنت بتكلم على موضوع الخطوبة بتاعتي، وإن أنا خطبت من دول شمال المغرب العربي، كانت معايا الصديقة والإعلامية الأستاذة دعاء محمد. فأنا كنت معاها بتكلم على إن فيه خلال السنين أو السنوات اللي فاتت في الإعلام كان فيه للأسف إن في بعض الإعلاميات بيحرضوا الست المصرية. أولا الست المصرية فيها ستات كويسين جدا وعلى راسنا من فوق، وستات فعلا تتشال على الراس، وده اللي أنا قلته في اللايف اللي فات. بس للأسف اللي شاف اللايف اجتزأ جزء من اللايف، يعني ما سمعش اللايف كامل، ما فهمش اللايف، ما فهمش المقصود من اللايف. تمام. فأنا كنت بتكلم على فئة معينة من بعض المصريات اللي بدأوا يسمعوا للإعلاميات اللي هم بيحرضوا ضد الرجل المصري، وبالتالي بدأ ده يحصل عملية إن زاد حالات الطلاق بين المجتمع المصري، وده ما كانش موجود عندنا زمان. والنهاردة بقت ظاهرة غريبة جدا، وأنا واحد منهم. بدأنا نشوف إن بعض الناس بدأت تتجه لدول المغرب العربي اللي عندهم ثقافة مختلفة جدا، بيهتموا فعلا بموضوع يعني إرضاء الرجل، وإن هم ما عندهمش غلاء المهور اللي موجود عندنا في المجتمع المصري. وبالعكس في ناس اتكلمت على موضوع غلاء المهور في مصر، منهم الراجل اللي طلع كان بيحاول ان هم، ودي ظاهره موجوده في المجتمع المصري، ظاهره غلاء المهور. فانا كنت بعمل مقارنه وبتكلم على مع الاستاذه دعاء محمد، وبقول لها يعني حاولي ان احنا كفايه نكد، كفايه ان في ستات كتيره جدا بدات تسمع وتنكد على جوزها وتعمل على جوزها، وستات عنيدات جدا. ده فئه، مش كل الستات المصريه كده، مش كلهم، ولكن انا من باب الدعابه بقول لها والله اللي هتزعل جوزها بعد كده والله لا شايف العروس. ده من باب الدعابه. ولكن في ستات فهم اللايف غلط، وفهموا ان انا بهاجم الست المصريه، ولا الست المصريه ام واختي وامي وقرايبي وكده. فاللايف اللي انا بتكلم عليه ان الاعلام هو النهارده زي رضوى الشربيني وزي مفيده بتحرض، وبرنامج الستات ده بيحرض الستات المصريات ضد الرجل، مما زاد من حالات الطلاق في المجتمع المصري. فبنقول يا جماعة اسمعوا وشوفوا رولين القاسم،
شوفوا مثلا ما صدقنا لقينا واحده زي رولين القاسم النهارده واقفه جنب الرجل، في واحده زي ياسمين عز واقفه جنب الرجل، وطبعا كل الرجاله مبسوطين منها، الستات مش طايقينهم، مش طايقين الاثنين دول. ففي النهارده في صراع. لا احنا بنقول احنا من باب النصيحه، احنا من باب النصيحه النهارده عايزين نرجع لزمان وايام زمان وعادات زمان، ان يكون في توافق. في رجاله مش كويسين فعلا، ما بقولكمش لا، في رجاله مش كويسين، وفي رجاله مش عايزين نقول عايزين قطع رقبتهم، بس احنا بنتكلم على ان النهارده خلال خاصه بعد ما المراه المصريه بقت عامله في للاسف تحريض قوي 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 قوي، كتير من البنات خاصه صغار السن بداوا ينساقوا بين وراء، فظهرت فئه كتيره جدا اللي وزاد حالات الطلاق في المجتمع المصري. وده اللي انا كنت بتكلم عليه مع الاستاذه دعاء محمد، وبقول لها الاعلام زي ما المهندس مهندس حسن فؤاد، خلينا نرجع للتربيه الصحيحه الحلال ونشوف مجتمع تاني خالص. ما ده اللي انا بتكلم فيه يا استاذ حسن، التربيه النهارده ثقافه المجتمع خلال ال20 سنه الاخيره يا استاذ يا باشمهندس حسن، بقوا عاملين الزواج عباره عن صفقه. الزواج عباره عن صفقه. الاول انا بعزمكم على شاي بالياسمين، ومين هيقول لي ايه الشاي بالياسمين؟ خلطه الشاي بالياسمين عباره عن شاي مع الورد مع شويه نعناع مع حبتين قرنفل او 3 قرنفل، كده يديك الشاي بالياسمين اللي كان الفنان عادل امام بيقول تعالى اعزمك على شاي بالياسمين. فتعالوا يا جماعه اعزمكم على شاي بالياسمين، طعمه جميل جدا. انا كنت رحت هنا في كافيه شربت الشاي بالياسمين وعجبني جدا، فقلت اجربه عندي واعمل الشاي بالياسمين. فده اللي انا بتكلم عليه، ان الاعلام خلال السنين اللي فاتت دي الاعلام خرج عن مساره، حتى في تربيه الاولاد، حتى في حاجات كتيره جدا. فكان اتفضل يا باشمهندس حسن لو عايز تدخل معايا في المداخله اهلا وسهلا بحضرتك، بالعكس. فده اللي انا بقوله، ان انا خلال انا هنا مغترب، انا شفت وفي ناس كتيره فعلا كلموني كانت شوفوا لنا عروسه، تلاقي احنا خلاص احنا تعبانين. ليه؟ لان في اللي مراته بتعامله بنديه، اللي بتعامله بمعرفش ايه، اللي بتعامله. انا بالعكس في ستات مصريه كويسين جدا، هم اللي متحملين المسؤوليه، هم اللي كويسين جدا، وهم اللي شايلين البيت، والراجل مش ما يعرفش حاجه عن انه يعني لا يساعد حتى في تربيه الاولاد، فاهمين؟ والست هي اللي بتشيل. بس انا بتكلم على فئه معينه اللي هي بتتابع وتنساق وراء دعوات القنوات التحريضيه ضد الرجل، وبالتالي زاد موضوع القضايا والطلاق في المجتمع، وان بقى الكل الهدف ازاي هي تستولى على شقته وعلى فلوسه وعلى الكلام ده احنا بنتكلم فيه، ده اللي احنا بنتكلم فيه. لكن احنا كلنا في ستات تتشال على الراس من فوق، الستات الكويسين والستات اللي بتساعد جوزها والستات الفرفوشه، ده اللي احنا بنتكلم فيهم، دول ليهم يتشالوا على الراس من فوق. انا بتكلم على فئه معينه. للاسف بعض الستات اللي سمعوني زعلوا مني، ما فهموش اللايف بتاعي. انا بناقش قضيه معينه، انا بناقش قضيه مجتمعيه، بناقش قضيه غلاء المهور. ان النهارده في غلاء مهور بقى، فعلا الزواج صفقه يا جماعه، صفقه كبيره جدا. النهارده انت ايه، لا فالنهارده شفنا وحتى الجوازه الثانيه كمان احيانا بتكون اسوأ من اللي قبلها، تكون عباره عن صفقه برضه وعايزه تبتز وعايزه. لا في الدول الثانيه خاصه في الدول هناك لا في مهر ولا في مؤخر، بالعكس عايزين الراجل يبقى كويس جدا، عاوزين يتستروا، همهم اسعاد الرجل. ولذلك حتى ما بين الخليج بيطلعوا على دول شمال المغرب العربي عشان يتجوزوا. ده اللي انا بتكلم فيه. لكن في ستات مصريه متحمله فوق طاقتها، ده اللي انا بتكلم فيه. انا بتكلم على شريحه معينه. اللايف اللي يفهم، ما تقولش بقى ولا تقربوا الصلاه ولا الايه ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، مش تقول ولا تقربوا الصلاه وتسكت. اسمع اللايف على بعضه، افهم اللايف، افهم الرساله اللي انا عايز اقولها، ده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عايزين يكون فيه اسر مستقره، لكن النهارده الستات اللي بتتعلم ان الديه بجوزها، اللي ما تهتمش بجوزها وتقول اصل انا تعبانه وفي الشغل وفي ايه،
ما الستات المصريه، ما الستات تقول لك بتشتغل. لما الست امهاتنا المصريات زمان كان طالع روحهم، كانت بتسرح الغيط وبتشتغل مع جوزها، ولا مؤاخذه بتحلب البهايم وبتعمل وبتعمل وبتشتغل، وفي الاخر كانت بتسعد جوزها. ده اللي انا بتكلم فيه. ارضاء الزوج ده جزء مهم. لكن النهارده الافلام القديمه، افلام مارو منيب والافلام دي، اربطيه بالاولاد، اربطيه مش عارف بايه، قصقصي ريشه، ولدت موروثات ثقافيه معينه. مش الهدف الواحده اول ما تخلف خلاص همها عيالها وبيتها وبس. الراجل ده خلاص يشرب ميه بطيخ. ده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا وده اللي احنا شفناه في مسرحيه العيال كبرت، رمضان السكري، اللي بيسيلوا بيجامه حمراء يا زينب، ما بيلبسوش، طالعه روحها مع اولادها وعامله كل حاجه وتعبانه معاه، ولكن ناسيه الزوج، ناسيه الراجل، ما دلعتوش، في الاخر راح يبص بره. طب وليه؟ تدي جزء من وقتك لجوزك. دي الثقافه اللي احنا عايزين نقولها، دي الثقافه اللي رولين القاسم بتقولها، دي الثقافه اللي بتقولها ياسمين عز. ليه احنا بس مركزين على الثقافه بتاع رضوى الشربيني وثقافه مفيده اللي بتحرض، بتوع المراه اللي بيحرضوا ضد الرجل؟ هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه المره اللي فاتت، ولما هددت وبقول والله اللي هتزعل جوزها ولا هتغضبه والله لا شايف له عروس، من باب الدعابه. لان انا شفت فعلا في ناس راحوا اتجوزوا ومبسوطين جدا وسعدان جدا، وبعدين في بعض الناس يقول لك ايه يا عم وفر لها زي ما، لا، موفرين، كانوا موفرين للمصريه احسن من موفروا للمغربيه والتونسيه والجزائريه. زمان هقول لكم على حاجه انا قريتها قبل 40 سنه والله. قصه قريتها، كان في بريد اسمه بريد الجمعه، الله يرحمه الاستاذ عبد الوهاب مطاوع، بيتكلم عن مغترب مصري في السعوديه. انا فاكر القصه كويس جدا. المغترب ده حاول، كان دكتور، فبيقول، ده قصه انا قريتها في بريد الجمعه يا جماعه والله لا اكذب عليكم. فبيقول الاستاذ عبد الوهاب مطاوع الله يرحمه على لسان الطبيب المصري، بيقول انا دكتور وكنت مقيم في السعوديه وفكرت اجيب امي عمره. فلما فكرت اجيب امي عمره للسعوديه، كان زمان الواحده تيجي عمره وتقعد للحج يعني، فبيقول بدات امي مراتي تختلق المشاكل عشان ما تقعدش مع امي وما اجيبش امي. وقبل ما امي توصل كانت نازله مصر، وامي ست مريضه، فجت امي على السعوديه، وكان عندي ممرضه فلبينيه، فكنت اخد امي للمستشفى. الممرضه الفلبينيه تهتم بيها كويس جدا وتعتني بيها ومهتميه بامي كبيره. فالممرضه الفلبينيه، يعملوا لايك يا جماعه بعد اذنكم، يعني اعملوا لايك كتير جدا. فبقول الممرضه المصريه الفلبينيه اهتمت بامي قوي، فقررت ان انا اتجوز الممرضه الفلبينيه. بقول لقيت اهتمام بيا كويس جدا، اهتمام بامي، حياه انا ما عشتهاش قبل كده، تفاني في خدمتي بعكس الزوجه بتاعتي. مش كل الستات يا جماعه، انا بقول حالات، مش كل الستات، انا بقول حالات، انتبهوا للكلام يعني، انا بتكلم على ثقافه. فبيقول زوجتي كانت الفلبينيه دي قبل ما انام تقول لي انت عايزني، انت عايز حاجه مني، حق شرعي ولا لا؟ التانية صوتها عالي ومشاكل وخناقات وي وهمها العيال ومهمله خالص يعني، ومهمله امه. فبيقول
لما جت الزوجه المصريه، بقوا الاثنين عندي فلبينيه وعندي مصريه، دي تتخانق معايا وعامله مشاكل، والتانيه كويسه مع امي جدا وبتحترم امي جدا وبتخدمني كويس جدا ونظيفه جدا، فيها كل المميزات اللي اي راجل يتمناها. فلبينيه، مش حتى جنسيه عربيه يا جماعه. بقول تعمل مشاكل وعايزانا اطلق الفلبينيه، رغم التانيه هربت قبل ما امي تيجي ورفضت خدمه امي. التانيه بتخدمني كويس جدا وبتتفانى في خدمتي وبتتفانى في خدمه امي. التانيه لا بتتفانى في خدمه امه وعامله مشاكل كبيره جدا معاه. فباعت للاستاذ عبد الوهاب مطاوع الله يرحمه، بقول له اعمل ايه؟ طبعا اسمح ابو وهاب مطاوع قال لا ما تطلعهاش طبعا، لان احنا عندنا ثقافه. قاعد بقى يتكلم على الثقافه الموروثه عند الزوجه المصريه، وان الحما دي عدوتها، وان مش عارف ايه، وان البخيب العيال وقصقصي ريشه، والكلام ده موروثات في خلال الافلام والدراما بتاع زمان. في الافلام يا جماعه شفنا في افلام حماتي ملاك وي والكلام ده. فانا بتكلم على موروثات من خلال السينما ومن خلال الافلام بتاع زمان. ده اللي انا بتكلم فيه. عايزين اعلام يعلمنا فن التعامل من الطرفين، وده اللي انا قلت حتى في رجاله مهمله حتى في نظافتها الشخصيه. الله يخليك يا استاذ علي، مساء الفل. استاذ عماد، مساء الفل عليكم جميعا الناس اللي منوراني في اللايف. الاستاذ احمد عاشر، اهلا وسهلا بيكم، منوريني جميعا. فاتكلمت انا حتى في اللايف بتاعي، ليه ما حدش يتكلم على الموضوع ده؟ ان انا قلت ان زي ما انا بهتم وبطلب بالزوجه المصريه او المراه المصريه ان هي تهتم بزوجها، ان الراجل هو كمان يهتم. ما بقاش قاعد لها بالكلسون في البيت وقاعد لها بالفانيله الحمالات، وانت عايزها هيفاء وهبي، وانت عايزها منسى عجرم، وانت ريحتك عرق، وانت تحت باطك مش عارف زي كومة القش. لا، تزين لها يا اخي انت كمان، خليك جميل، اقعد معاها لابس شيك لابس حلو. الموضوع من الطرفين. يعني انا مش منحاز او مش انا ضد الست المصريه، انا بتكلم على الرجل المصري والست المصريه. انا عملت لايفات كتير قبل كده. انا بتكلم على هوجه الاعلام وقانون الاسره اللي كله ضد الرجل المصري، ضد الرجل المصري. بقول في ثقافه مختلفه موجوده في دول شمال افريقيا، حتى الخليجيين نفسهم بيفضلوا يتجوزوا من دول شمال افريقيا. فاحنا عاوزين نعيد تربيه وثقافه الاجيال الجديده، اجيال تحافظ على الاسره. كنا في الابتدائي كان فيه الوصايا العشره، لما كانت بتقول الوصايا العشره لبنتها. لا، الوصايا دلوقتي ما يهمكش منه، اكسريه، اطلعي منه، انت برقبته، كوني قويه ولا يهمك، انت بتشتغلي زيك زيه. ده اللي بقى النهارده في الاعلام، وده اللي انا كنت بتكلم مع الاستاذه دعاء محمد. بقول لها انتوا المفروض يكون لكم دور كاعلاميات، ما تسيبوش البوق الاعلامي بس ضد الرجل، المفروض يبقى في برامج. استاذ عماد، استاذ الفنان عمرو، اهلا وسهلا بيك يا استاذ عماد. طبعا الام هي فوق الراس. فبقول لكم الثقافه في البلاد دي ثقافه مختلفه عننا. زمان كانت الامهات بتنصح بناتها، لا النهارده للاسف مع غلاء المهور مع الكلام ده بقى فيه صفقه، وازاي نكتفه وازاي نعمله وازاي نعمل عليه وبالعيال
والراجل يتجوز من هنا وتنساه من هنا، يضرب دماغه في الحيط. مش انا خلفت له 2 3، وتضرب بقى محشي، قاعده تضرب في حيله المحشي. وبعدين يقول لك يا اخي وفر لها، والله العظيم الرجاله بتوفر لهم، ولكن هي عقليه، هي ثقافه. هو الراجل بيهرب على القهوه ليه؟ البسي له البيجامه الحمراء يا زينب. الشيخ كشك الله يرحمه، انا سمعتها مره من الشيخ كشك، واحده بتشتكي من جوزها كل ما يرجع قرفان وزهقان منها في البيت. صح الاستاذ شريف الشناوي بيقول الثقافه حاليا تحس ان احنا ساكنين عندهم بالايجار. معاك حق والله، والله معاك حق. فالشيخ الشعراوي، الشيخ كشك، انا سمعت برضه من الحاجات القديمه انا سمعتها، بتقول له الراجل ما بيتكلمش وقاعد مكتوب في البيت على طول ومش عارف ايه و... قال لها ما هو مش كل، فالراجل قال لها، قالت له شقته اوضه، قال لها طب غيري من نفسك، تعالي مثلا ايه غيري الدولاب هنا، هات السرير كده غيري، ومن بدري اعملي كده الايه اعملي مثلا الاكل وخلصي بدري وزيني، ما يشوفهاش جاي من بره وانطى الاشار وطالعه من المطبخ ريحتك بصل. لا، خلصي مذاكره العيال بدري، خلصي كل حاجه وتزيني له لبس حلو، طقم حلو. اصل عماد اهو احسن حاجه، بيقول انا بطلع اصطاد، اهرب يا مجدي اهرب. كل الرجاله هربانه والله، بتطلع تسهر مع عبد الميكانيكي على القهوه، حتى الفطار قاعدين نهزر. فطريه يا زينب، فطريه بما يرضي الله، بدل ما يطلع يفطر في الشغل مع عمه عبير بما لا يرضي الله، اعملوا له فطار. لكن لما يقوم النوم الراجل ما يفطرش نفسه وخلاص يفطر اي حاجه. لكن هي لما تشيك طقم جديد، لبس جديد، وهي تطلب منه كمان، وانت كمان المفروض تتزين لها كمان، انت كمان مش هي بس، يعني مش انت كمان نطلب ان هي تبقى هيفاء وهبي ولا نانسي عجرم ولا غادة عبد الرازق، وانت قاعد لي عامل فيها مش عارف حماده عزه. ده اللي احنا بنقوله. البسي له البيجامه الحمراء يا زينب بما يرضي الله، بعد ما يروح يلبسها عند ام عبير بما لا يرضي الله. ده المحتوى اللي كنت بقوله من خلال اللايف اللي فات، من خلال الأستاذ. بس للأسف بعض الستات فهموا كلامي غلط، ان انا بحارب ضد الست المصرية. لا، الست المصرية فيها قامات، وفيها ستات محترمات جدا، وستات شايلة فوق طاقتها ومتحملين وب100 راجل، وفي ستات فرفوشات، وفي ستات كويسات جدا وبيحافظوا على بيتهم وبيحافظوا على عيالهم. في نماذج كويسة، ده في نماذج كويسة. لكن احنا بنحارب النكديات، بنحارب العنيدات، بنحارب اللي بينساقوا وراء الابواق الاعلاميه لخراب البيوت، ان الست تكون ند بالند في الرجل. جمال المراه في ضعفها، جمال المراه في انوثتها، قوه المراه في انوثتها، في جمالها. قوه المراه في انوثتها، في جمالها، انه تبقى مستنيه الراجل كده وتحتويه، احتويه بما يرضي الله يا شيخ، بدل ما اروح ام عبير ولا عبد الميكانيكي يحتويه بما لا يرضي الله. احنا بننصح. والله انا لو كنت في مصر وعملت برنامج مع الاستاذ دعاء محمد، انا كنت معلش الفئه دي انا كنت مش عايز كنت همرمط بها الارض. الفئه الضاله او الشارده من النساء، وليس نقول الضاله، الضاله اللي هم مسترجلين،
اللي هم مسترجلين. احنا عايزين نساء تاني. فاكرين زمان يا جماعة؟ زمان كان الأفلام نشوف المرأة جمالها في لبس الفساتين. احنا دلوقتي بنشوف حاجات غريبة جدا، بيلعبوا لنا بالسكاكين كده وبيعملوا حاجات كده، في ايه؟ وبيعملوا نار في بقهم. استاذ علي عبد العظيم بيقول الظروف الاقتصادية قهرت كل من الطرفين. معاك حاجة يا استاذ علي، بس احنا بنقول نحاول عشان ما تتخربش البيوت اكتر ما هي خربانة. النهارده الارياف ما كناش نسمع عن القضايا والمشاكل، النهارده الارياف بقت اكتر من، تلاقي الواحده متجوزه بقى لها سنه سنتين وبتطلق، سنه سنتين وبتطلق. مفيش المحاوله من الطرفين ان هم يتحملوا لحد ما يعدوا الظروف. ليه؟ لان في ابواق اعلاميه هدامه. نفسنا بقى اشوفوا الست قولوا لي قاسم حاجه كده، مارون جلاسيه هي والبت التانيه اسمها ايه دي، ياسمين، حاجه كده حلاوه، حاجه تفتح النفس. وربنا الستات يفتحوا النفس، مش التانيه. اصغري له، بقول لك ايه، خليكي جامده، خليكي قويه، ما يهمكيش. ودي متطلقه اكتر من 9 مرات، متطلقه اكتر من 9 مرات، تجارب سيئه فخربت البيوت. فالناس اللي فهمت اللايف بتاعي غلط اعتذر لكم، لو فهمتوا كلامي غلط انا وضحت الكلام. بس هحاول ان انا اشوف المهندس حسن كان عايز يدخل معايا في اللايف دلوقتي. اشوف المهندس حسن بعد اذنكم يا جماعه، ثواني. المهندس حسن، باشمهندس حسن لو عايز تدخل معايا في اللايف اهلا وسهلا. كنت بس بتكلم شويه عشان ايه الحديث لا ينقطع. اي حد ليه اضافه وعايز يدخل معايا في اللايف اهلا وسهلا بيكم. حكاوي كيلاني، انا بحاول ان انا يكون لي رساله مجتمعيه، ان احنا نحاول ان احنا نصلح من شأن المجتمع حتى ولو في المجتمع الضيق. استاذ رضا عبد الله سلامه بيقول لي شوف لها اخت ولا حاجه. يا عم رضا كل عيش يا عم رضا، وشجع الزمالك وخليك ساكت. تمام. مره تانية زي ما قلنا، الست المصريه هي اختنا وهي امنا وهي قرايبنا، وفيها نساء قامات يتحطوا على الراس، في ستات مصريات معيلات ومتحملين المسؤوليه فوق طاقتهم، دول يتحطوا على الراس من فوق. وفي ستات صابرات ومتحملين المسؤوليه اكتر من الرجل، دول فعلا هي الام المصريه الاصيله. الست لما كان جوزها بيسافر العراق وهي كانت بتشيل وتعزق الارض وتربي الولاد. وفي منهم دلوقتي فعلا ما زال الاب مغترب وهي بتربي العيال بشكل كويس، كتف بكتف وايد بايد. دي اللي احنا بنرفع عليها القبعه ونحترمها. وفي الست اللي بتضلل على جوزها وعيالها بالحنان، ومقدره تعب جوزها، ومقدره تعبه، وبتحاول تفرفش. وهي دي النماذج الكويسه اللي احنا بندور عليها. النماذج اللي احنا بنحاربها اللي هم المتمردات، العنيدات، الفاشلات، اللي بيتابعوا امثال رضوى الشربيني ومفيدة والبرامج النسائية المحرضة ضد الرجل. كل الاحترام للمرأة المصرية، كل الاحترام لها، وكل التقدير للناس كويسين جدا. تمام. ونتمنى إعلام منصف يعيد تربية وصياغة النشء أو الجيل المقبل على الزواج. نصائح مجتمعية. أتمنى يكون في برامج توعوية للناس، للرجالة أو الستات، برامج توعية من خلال الإعلام. يكون فيه
ناس بتوع علم نفس يثقفوا الرجل ويثقفوا المرأة. أتمنى أن تكون رسالتي وصلت، وأشكر كل الناس اللي دخلت معايا على اللايف. وأي موضوع تحبوا أن أنا أحكي فيه على حكاوي الكيلاني أهلا وسهلا بكم، وشكرا لكل الناس اللي تابعوني في اللايف، وكل سنة وانتم طيبين، وإلى اللقاء في لايف جديد وحكاية جديدة من حكاوي الكيلاني. في رعاية الله.